عاجل: قرار أنشيلوتي يسبب غضب ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بتصرفات كارلو أنشيلوتي مع فريقه؟ شاركونا بالتعليقات. تشعر إدارة ريال مدريد بالغضب من أحد القرارات التي اتخذها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمريني. ووفقا لبرنامج الشرينجيتو، فإن إدارة ريال مدريد تعتقد أن أنشيلوتي منح لاعبي الفريق الملكي الكثير من أيام الراحة أثناء الموسم الجاري. وحصل الفيديو الخاص بأنشيلوتي داخل غرفة الملابس عقب الكلاسيكو على الكثير من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر أنشيلوتي في الفيديو يمنحهم راحة لمدة يوم عقب الفوز على برشلونة بأربع مقابل لا شيء الأربعاء الماضي، وذلك في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. واحتفل نجوم المرينجا على الفور بقرار المدرب الإيطالي، لكن الفريق الملكي خسر من فيا ريال عقب الكلاسيكو مباشرة، وظهر ريال مدريد بمستوى أقل من الذي قدمه ضد برشلونة. يذكر أن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2024، لكن تزعم عدة تقارير أنه مرشح للرحيل في الصيف المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات هامة في ملف رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الحالي، بعد تردد أنباء قوية حول مغادرته للبرنابيو هذا الموسم. وشهد الموسم الحالي بعض النتائج المفاجئة للعملاق المدريدي، والتي كانت سببا في خروجه من سباق الليغا هذا الموسم وتوديعه بطولة السوبر الإسباني، والتي كان آخرها الهزيمة أمام فياريال مساء أمس بالدوري ب3 أهداف مقابل هدفين. وذكرت شبكة إسبين أن إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي يعطي الأولوية لعودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق، والنادي يعتبره أيضا المدرب المثالي للفريق، خاصة وأنه يعرف جيدا أجواء اللعب في إنجلترا. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.